المضيفة كانت بتبيع سناكس في الطيارة، وفجأة ولد صغير حذرها إن الطيارة هتتحطم. الركاب اتعصبوا جدا وافتكروا إنه بيلعنهم، والمضيفة حاولت تهديهم. في نفس الوقت الكابتن شغل الطيار الآلي علشان يرتاح شوية، فحصل خلل خطير. ضغط الهواء كسر الشباك والكابتن اتسحب لبره، لكن المساعد أنقذه في آخر لحظة. الطيارة فقدت توازنها وبدأت تهتز، فالمضيفة قالت إن ده مجرد تيار هواء. بس لما نزلت كمامات الأكسجين الكل عرف إن الخطر حقيقي، والرعب ملأ الكابينة. الولد الوحيد اللي كان هادي عدى 5 ثواني جواه، وفجأة الطيارة استقرت. اتضح إن الولد ده كان طيار محترف في حياته القديمة، مات بحادث لما نجفة وقعت عليه، وبعدها اتولد من جديد في جسم الولد. وبسبب ذكرياته كان عارف إن الكارثة لسه ما خلصتش. راح أمرة القيادة وشرح للمضيفة السبب، لكنها افتكرته بيعمل فوضى. تجاهلها وفتح الباب بالباسورد، والمضيفة اتصدمت لما شافت الطيارين في خطر والطيارة قربت تخبط في الجبال. الولد بسرعة شد عصا التحكم وضغط كود الطوارئ اللي محدش يعرفه، ورجع السيطرة على الطيارة. بس الطيارين كانوا فقدوا الوعي، يعني الطيارة من غير قائد. محطة التحكم الأرضية أعلنت حالة طوارئ واستعدوا لأي احتمال. الولد مسك القيادة بنفسه وطلب من راجل يساعده، وبمهارته نزل الطيارة بسلام وأنقذ 300 شخص.